بص طبق، بص شكل الطبق، اتحدى اي حد يعمل نودلز بالشكل ده. عندهم في الصين بياكلوا كل حاجه نيه، فبالنسبه له ده تمام يا صاحبي. مش صيني بجد يا ابن اللعيبه. فيديو جديد من تحديات الطبخ، والضيف النهارده ضيف غير عادي، مشهور بالمغامرات المجنونه والتحديات الغير عاديه. معانا النهارده احمد بدوي. احمد باشا، حبيبي ايه الاخبار؟ الحمد لله على السلامه. جاهز؟ انا عارف ان انت مسافر طول الوقت، فقلت اختار لك كده تحدي يكون لذيذ. انا عارف انت شخص بتسافر، فاكيد مش فاضي ان انت تطبخ. مش بعرف اصلا. اخترنا بقى تحدي النودلز. الحاجه الوحيده اللي بعملها وانا مسافر، فاتمنى يعني اكون مريحك ناجح أهو. فيها. يعني اتمنى تحدي لذيذ بسيط، ما فيهوش يعني هري كتير. بص بقى يا بدوي، انت عندك هنا كل حاجه تخلي الاندومي بتاعك جامد. يعني في جمبري، في فراخ، في لحمه، خضار، وكل القصه اللي انت محتاجها. يعني بالنسبه لي الاندومي بتيجي ببهاراتها، فراخ، لحمه، بتاع، فهي ده الطعم. بس ان لا احنا ده نعمل التحدي كده النهارده بقى. ده كده ليفل جديد. لا بس انا متفائل بيك، حاسس ان انت ممكن واثق فيا؟ يعني. واثق انا متفائل. عامة هي ممكن دي الحلقة اللي هيكسب فيها، يعني أخيرا هتشوفوه بيكسب. هتختار انهي نوع بروتين؟ انا هاخد الجمبري، في لحمه وفي فراخ. أنا هجرب ده وهجرب ده. خليني افكرك بحاجه، الحلقه بتتقسم لثلاث اقسام. اول حاجه هو تحدي السرعه، مين فينا يخلص قبل التاني، والتحدي التاني هو جوده الاكل. بعد ما اخلص انا بدوق اكلك وانت بتدوق اكلي، وبنقيم بعض بشفافيه. ثالث فقره اللي بيفصل ما بيننا هو الحكم، وهو اللي بيخش يدوق الاكل وبعد كده يقرر مين اكله كان افضل. الحكم مين؟ عشان نرشيه بس. آخد لحمة ولا فراخ؟ انا شايف الفراخ لطيفه، يبقى أنا هاخد تستوي لحمة. بسرعه، فزي ما الجمبري بيستوي في روح تحدي في الموضوع. اللحمة بتتعمل إزاي؟ ربنا يستر، ربنا يستر. وخليك في الفراخ يا ابني، الفراخ سهله وجميله وكل الناس بتحبها. بعد التفكير. اه عشان الوقت بس، عنصر أيوة. الوقت بس مش أكتر. طبعا انا بالنسبه لي فكره تسويه الاندومي هي اخر حاجه، لان الاندومي بياخد من 3 دقائق ل 5 دقائق على نار مغليه. فانا عشان اكسب احمد واخليه سريع أنا برضه. فاكر إن اندومي بس كده، اندومي طبخة يا باشا. ما انا محضر لك اهو. عامة الفراخ دي مش متكلفة، هي اللي هتخسرني. ليه بس؟ شكلها جايب لطيف لي نوع أهي، أي كلام. وما تشككش في الفراخ، وحجج من لازم اولها. نتحجج بأي حاجة من دلوقتي. حجج من اولها انا واخد بالي كويس. هنحط الجمبري الاول نسويه. الجمبري المفروض ان هو ما بياخدش وقت كتير، يعني زي الفراخ كده بيخلص سريع. وبعد كده تضيف له بقى الخضار بعد ما يبقى جاهز ومتبل، وياخد سوا على النار 10 دقائق 15 دقيقه تقريبا. تضيفه بقى الاندومي اللي انت عملتها. انت بقى بتسافر كتير، تروح بلاد كتير، كم مره طبخت وانت مسافر؟ عامة ما يتعدوا على الصوابع، مش أكتر. مش كتير. في حياتي كلهم. 7 بهارات دي جدتي بتقول لي إنها بتعمل سحر. والله العظيم. هي سر اللعبة، ال7 بهارات. أنا هحط بهارات دلوقتي. دي سكينه احمى من اللي معاك. ما انت ما بتقطعش حاجه. أهو، معلش أهو، يعني. والله انت ده عامه انت كده ضيعت لي وقتي. انا ليا 5 دقايق سبير. هحاول ان انا ابطئ نفسي عشان 5 دقايق سبير يا باشا. شخص فير. ايوه كده. بص شويه جنزبيل. انا مش عارف انا كترت ولا لا. بابريكا مهمه مع الفراخ. انا باخدها بالاسم مش شبه كده. تصدق الطبخ ممتع. لا، عمري لا. ما طبخت، بس تحس انك بتعمل عمل فني. لا وبالذات لما يطلع نتيجه حلوه في الاخر، تحس ان انت لا يعني عملت حاجه لطيفه للي حواليك. شويه توم باودر. انا شايف ان انت ماشي يعني بشكل لطيف والله. حط معاه شويه بصل. حط يا باشا. تعرف تقطع كده؟ اوه. انا اي حاجه قدامي هستخدمها. لما اجيب حبه من اللي عندك عشان مكسل. لا بس ايه، عشان نسوي الجمبري فنبدا نحط شويه زيت على الطاسه، وبعد كده ننزل بالجمبري على طول. طب انت بتطبخ عامه ولا انت مالكش في الطبخ؟ بطبخ لما اكون مزاجي رايق، لكن مش. بس بتطبخ يعني. طبعا. يعني مش اول مره تقف في المطبخ. لا خالص. انت لو شفت كام مره اتغلبت قبل كده تعرف انا وقفت في المطبخ كام مره. يعني انا لو كسبتك النهارده تبقى كارثه. يعني هفكر انا بعد كده اديك انت السلسله دي تقدمها للناس لو انت كسبتني في الحلقه دي. انا لو كسبت عامه هغير محتوايا للطبخ. المفروض بقى ان الجمبري ما بياخدش وقت للسوا خالص، يعني ممكن 3 دقايق لحد ما لونه يتغير. طلعت الطاسه يعني. خلاص بقى. عامه العين بتاعتك اكبر، هتخلص اسرع. يا عم هات العين التانية. شويه توم باودر، شويه بصل باودر. بقول لك ايه، اختراع والله. حاسس انها لطيفه ها؟ حاسس ان انا هكسب، في امل. طب الحكم بيحب الشطه؟ بقول لك ايه، فوقك من الغش ده. طب افرض الحكم خسرني بسبب ان انا حاطط شطه، اعمل ايه؟ لا انت تعمل حاجه مناسبه للجميع. طب ما هي الشطه انت عندك دايما اوبشن بشطه ولا من غير شطه. هنفتح النار الاول صح؟ لازم تبقى الطاسه سخنه. ايوه. ما بيهمنيش. صباع القرفه على الوش ولا ده مع الورق عنب؟ خلصت خلاص. لا لسه انا عندي قصص. انت هتعمل جمبري، الجمبري ما فيهوش حط افتكاسة. زيت يا باشا يسخن. عشان تعرف الدنيا عشان أعرف. سخنت تعمل كده. على فكره انت 3 دقايق بالظبط والمطبخ ده هيولع فينا اللي انت عملته ده. في تأمين؟ والله هي كده لازم. هي كده مش كده، انت حطيت كتير. انا بعمل كده واقوم حاطط الستريبس، دي الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها، فدي لعبتي مالكش دعوه. انا اعتقد ده الوقت اللي يتحط فيه الخضار. بص انا بقول لك هتولع فينا قسما بالله. بص بدا يعمل صوت بسبب بق الميه اللي مش انا هيعمل حطيته. صوت بس، ده هيبص هيغرق. يلا
انا بخاف من اللقطه دي قوي. عدت بسلام الحمد لله، احمدك يا رب. ايه ده دي لحقت؟ ما دي فراخ، ما انا بقول لك الفراخ بتتعمل بسرعه. انا شايف في مساعدات خارجيه شغاله الله ينور، بس انا مش هعترض. انت صاحب الارض، فسيب سيب الجماهير اللي جايه لي مخصوص دي سيبها. اتمنى النهارده الحكم يكون عادل. بص الالوان شغل عالي. يا باشا مش بالالوان، عايز الوان ازود لك الوان. ماشي زود. كنت بقول لك بقى ان في نوعين من النودلز، انستنت نودلز اللي هو النودلز العادي اللي هو اندومي الشركه الاندونيسيه، وفي ايج نودلز ده نوع مختلف برضه، قلت عشان ايه ننوع، وفي اكتر من اختيار، عايز ده موجود عايز ده موجود. قبل ما نموت حد هي شكلها حلو، والعين بتاكل مش عارف قبل الحاجب. ايه في ايه؟ والله جامده قوي. انت بتقول اي حاجه على فكره. نحط النودلز تحط في الميه الاول. هو انت مش قلت حطيها عليها نغليها شويه وبعد كده نقلبها هنا عشان تاخد. انا بهت بس اشوفه مذاكر ولا لا. انا خلاص كده انا وثيق. طب اشيل دول، هات لي المصفى. الحلقه في مساعدات شغاله وانا مش بتكلم عشان عم بدوي حبيبي. الجمهور بيحبني اقول له لا. دي حقيقه ما اقدرش انكرها، بس والله الالوان جميله يعني. مش هضحك عليك. بص انت بعد كده هتكلمني تقول لي تعالى اطبخ لي. انا حاسس ان انت واحنا بنطبخ مهاراتك بتزيد في نفس اللحظه. شويه شطه. اوعى دي ايه بقى؟ دي بابريكا؟ ما تغشش الخلطه يا عم ماشي. طب انا حاسس ده الوقت اللي انا احط فيه النودلز. طبعا النودلز ديت نودلز سريعه التحضير، تاخد من 3 دقائق ل 5 دقائق، ولكن دي اعتقد ممكن تاخد وقت اطول. انا اول مره اشوف نودلز بتطول كده يعني. دي شكلها لطيف يعني، غير النودلز مكرونه العادية. اكتر من انها نودلز. صح. السماكه بتاعتها اكتر شويه. استوت؟ طعمها حلو. لطيفه طبعا. هي مين اللي لطيفه؟ ماما اسمها لطيفه. والله لا عامة هي ما بتستويش خالص، والله مش مستويه. لا بدأت تستوي. بص شكل النودلز، بص شكل النودلز تبان لك وصفه بسيطه، ولكن بعد كل اللي حطيته ده ملهاش طعم. بقول لك ايه، هي نقطة خل. بقول لك حط يا باشا اللي انت عايزه حطه. يا سلام. دلعني. حاسب- اوعى بقى حاسب- تحط صويا حاسب. عشان دي كده ايه خلاص معلش. بقت براءة اختراع. بص يا باشا ده الوقت اللي هي تطلع فيه. بص النودلز احنا جاهزين. انا يا باشا تحدي السرعه اولموست فينش. ايوه انا عايز بقى الطاسة. انا كده جاهز ان انا اطلع. وتحدي السرعه اقدر اقول لكم بكل اللون. بص طبق، بص شكل الطبق. اتحدى اي حد يعمل نودلز بالشكل ده. شم طيب. ايه ده ريحته حلوه. تحدي السرعه. هتخسر يا باشا. انا خلصت. نصب. صب يا باشا. جاهز. طب والله متدلع. دي بقى يا باشا النتيجه النهائيه. نودلز بالجمبري، نودلز بالفراخ بتاعت احمد بدوي بالطريقه السبيشال اللي احنا شفناها كلنا. حاسس مين هيكسب؟ الموضوع محير لان الريحه عندك حلوه وده شيء مفاجئني. عندك حلو برضه. طب ايه رايك نعمل كده؟ هوبا. يلا بينا. هو الشكل حلو عامه يعني. لا بعذر والله. حلوه بس الدلع حلوه ما بنكرش. ايه؟ لا انا هسيب الحكم يتكلم. ماشي. ده فيها كلام كتير. الجمبري مش مستوي. الجمبري مش مستوي يا صاحبي. دوق بقى طبق. مش عارف، حاسس ان انا سافرت شنغهاي فجاه. لا جامد. بس دلع شويه فعلا. عندك حق. طب شويه ملح. لا يا حبيب قلبي، ملح مش انت قلت من 3 دقايق تايم اوت خلصت. انا بقى جايب لك النهارده. هو الحكم بيحب الملح زياده؟ الحكم النهارده حكم جايبه لك من الصين مخصوص عشان خاطر يشوف الاطباق بتاعتنا لان احنا عاملين نودلز. انت جاي تهزر؟ هيدفن هنا كده. لا مفيش الكلام ده. مش هروح بلده. خش يا حكم. هقدم لك عثمان. عثمان إيه؟ ايوه هو عثمان عندكم الصين. في الصين بيسموكوا عثمان؟ عثمان عادي في الصين اسمك ايوه عثمان؟ ايوه عادي نودلز بالفراخ. استنى بس انا ليه؟ انا سرحت معاهم. بيتكلم عربي. ايوه ما بيتكلم عربي. يعني انا أيوة. مسكت من الاسم. الست ده بيتكلم عربي منين؟ نيهاو. نيهون. بص بقى احمد عمل نودلز بالفراخ وانا آه. عملت نودلز بالجمبري. كويس طازه. مش كويس. مستوي. طازه رجعني للبحر. رجعك للبحر. آه. اديله ده جمبري مصري. جمبري جوسي. جايبينه من امال جوزي؟ امال انا اللي دقتها ليه كانت مش مستويه؟ مش لا. مستوي كويس. ويل ده دان 80%. ده حاجه سي فود مش لازم
سي فود ده كويس. عندهم في الصين بياكلوا كل حاجه نيه، فبالنسبه له ده تمام يا صاحبي. بنعمل مش نودلز. هينفع. لا مفيش الكلام ده، دي فراخ. ده بتاعك فراخ بتاعك. دي فلوس. ماشي. انا شكله صيني بجد. ما هو صيني بجد. انت صيني؟ نشوف نودلز اول. شوف النودلز الاول. بس بصراحه ها نايس ملح شويه. ما اسمها شويه ها. جرب الفراخ بقى. فراخ بقى اه شكله كويس. ماشي. فراخ بقى زي مشوي. اه مشوي طعم كويس. في شوربه ساتعد برضه. ايوه خد الشوربه انا حاططها شوربه. لك. معلقه شوب 6. ما في شوب ستريك هنا؟ لا معلقه. معلقة؟ احنا هنا نص صيني. صيني بياكل اي حاجه اي ايه ده؟ كده. يا ابن اللعيبه. بس بصراحه زيت كتير شويه. شكل كويس. ريحة. في راح كويس. ريحه كويس. بس ايه نايس ملح والزيت كتير. ده ميه مش زيت. ودار للصحه احنا في زيت. رمضان عايزين نخس. ده بس ده اه شكل افضل طبعا. لا. بص متوزع كده مش في النص. هنا ميكس كله. والله صعب. اثنين كويسين. دي لا، في لو 3 نقط. في 3 كوينز كويسين. 2.5. أنا 2.5 شكله وثلاثة؟ كويس. ايوه شكله فهمت. كويس وطعم كويس امم وريحه. ماشي. ملح شويه مش زي ده. امسك. ريحه كويس. ريحه في ريحة كويس. ريحه كاسب واحد. شكل. وطعم شويه. طعم شويه. يعني طعم شكل مفيش كويس. طعم خالص بقى ده ما بصلوش خالص. دلوقتي مين بقى اللي فاز؟ صعب جدا. اول اسلام. ايه اخيرا والله ربنا يخليك والله شاكر جدا. حبيبي. عشان هو كبير يعني خف. انا انا عايز بقى حكم مصري. انت طلعت اكل صيني كويس. ان شاء الله المره الجايه اتحدي معك اكل مصريه. تحداني انا في اكله مصريه. ايوه ايه هي يا بقى عم ده الاكله دي؟ عمل ده شويه مصريه. بالعافية. حاجه مصريه. خلاص وانا موافق على التحدي. اشوفك ماشي. الحلقه الجايه تحدي اكله مصريه. ماشي موافق. يلا نورتنا. بنورك. طب وانا انت راس صيني. يلا بشكرك والله يا بدوي على المجهود الرائع اللي انت عملته وبجد الطبق يعني شكله حلو. لا شويه ملح. طب بقول لك ايه ما تدوق تاني كده. ما انا دقت والله حلو. ما هو حلو. بص بقى الملح. سبحان الله الملح زاد. انت حطيت ملح. لا يا باشا ما عملتش حاجه. والله العظيم حطيت ملح. انت شفتني يا بعمل عم حاجه بيقرقش في بقي. لا ده البهارات السبع بهارات السبع بهارات. 7 بهارات كتير قوي. 7 بهارات كلهم بيقرقشوا في بقي. هم كتير. اتكل على الله. بس شكرا والله بجد على التحدي اللطيف ده واشوفك ان شاء الله في سيزون 2 تكون اتعلمت اكله يابانيه بقى المره الجايه. ماشي هنطلع على اليابان. حبيبي يا بدوي. حبيبي اشوفك في اليابان. لايك شير سبسكرايب فولو دلعوه الدلع كل الحاجات دي بقى. ودي كانت نهايه الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع ضيف جديد. سلام.